أكيد حصل لك كده قبل كده. قررت تذاكر، تفتح الكتب، وفجأة تحس إنك نايم حتى لو كنت صاحي كويس. ليه دماغك بيعمل كده؟ خلينا نفهم العلم ورا الظاهرة الغريبة دي. اللي بيحصل ده مش صدفة. دماغك عنده جزء اسمه prefrontal cortex، وده المسؤول عن تركيز واتخاذ القرارات. لما تيجي تذاكر أو تعمل أي حاجة محتاجة مجهود ذهني عالي، الجزء ده بيشتغل جامد، وده بيضغط على الجسم كله، فدماغك بيحس إنك تعبان وعايز تنام، كأن عقلك بيقولك خد بريك، مش لازم دلوقتي. وكمان في حاجة اسمها التسويف أو procrastination، وده مش كسل، ده استراتيجية ذكية من دماغك عشان يحمي نفسه من المهمات اللي بتحتاج تركيز جامد أو مش ممتعة. يعني لما تحس إنك نايم، في الحقيقة دماغك بيحاول يهرب من المهمة الصعبة بطريقة لطيفة، عن طريق النوم. أكيد جيت في مرة وقعدت تذاكر في ليلة قبل الامتحان، وفجأة كل حاجة حواليك ممتعة، الموبايل، الخروج، حتى شاشة التلفزيون. كل ده دماغك بيخلق له حيل عشان يبعدك عن المهمة الصعبة. بس للأسف النوم أحياناً بيظهر فجأة وكأنك اتخذت القرار بنفسك. طب والحل؟ الحقيقة إن الحل بسيط جداً. 1. قسم المذاكرة لفترات قصيرة 25-30 دقيقة، وخلي بين كل فترة استراحة صغيرة. 2. حدد مكان هادي بعيد عن أي حاجة تلهيك. 3. استخدم أسلوب البومودورو أو أي طريقة لتقسيم الوقت، كده دماغك هيشتغل من غير ما يحس بضغط جامد، والنوم المفاجئ هيختفي. يعني لما تحس فجأة إنك نايم أثناء المذاكرة، ما تستغربش، ده دماغك بيحاول يحمي نفسه من المهمة الصعبة. جرب النصايح اللي قلناها وشوف الفرق بنفسك. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشارك الفيديو مع أي حد بيذاكر ويحب يفهم سر النوم المفاجئ ده. لو حابب تفهم حاجات غريبة بتحصل لك كل يوم وتعرف العلم وراها بطريقة سهلة وممتعة، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من سؤال في بالي.